السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد إبراهيم وده فيديو جديد هنحل فيه مسائل من ليت كود. فيلا بينا نبدأ ونشوف إزاي نبدأ نخش في الموضوع ده. أول حاجة هنفتح الموقع بتاع ليت كود. بعد ما نفتح الموقع هنختار من الحاجات اللي ظاهرة دي لوجن بيج. فلما نخش على اللوجن بيج هيجيب لي أسجل أعمل إيميل يعني على ليت كود. فده الأفضل إنك تعمل إيميل عشان تتابع التقدم بتاعك في الموقع. فانا طبعا مسجل الدخول قبل كده، عامل موقع مسجل الدخول، فهنيجي المره دي اسجل الدخول على طول. هيدخل لي على الموقع، فانت طبعا اول ما هيفتح معاك لاول مره هيقول لك انك تعمل اكونت، فتعمل اكونت او تسجل بجوجل وتخش تعمل لوجن وتخش على الموقع على طول. اول ما تفتح الموقع هيظهر لك شويه الحاجات دي، هيظهر لك في القائمه دي على طول. دي حاجات كده بيكون الناس كاتبه حاجات عن الموقع وحلين مشاكل وحاجات كتير قوي قدامك هنا زي الكومنتات اللي على الفيسبوك. فهتسيبك من كل ده وتروح على البروبلمز. لما تروح عند البروبلمز بقى، دي المشاكل اللي بتقابل الناس او ديت الحاجات اللي محتاجاك، او دي الحاجات اللي انت محتاجها عشان تحل المشاكل او دي الحاجات اللي احنا محتاجينها او اللي داخلين الموقع عشانها اصلا. فهتلاقيه عامل لك الاسئله بترتيب كده، وهتلاقي قصاد كل سؤال مكتوب ايزي او ميد او هارد. فدي بتقيس الصعوبه بتاعت السؤال. فاحنا طبعا بما اننا لسه بادئين النهارده، فانت بتخش مثلا على السهمين اللي هو سهم فوق وسهم تحت دولت، وتختار منهم انت عايز ايه. ممكن تخليها الديفيكولتي دي هتجيب لك من الاسهل للاصعب، فهتلاقي الموضوع اترتب وبقى كل اللي قدامك ايزي. لما تخلصهم طبعا وتخش على اللي بعدهم من خلال النقط اللي تحت دي، هيجيب لك انك تخش بعد كده تخش. كل ما يحمل شويه تخش بعده تحمل اكتر، يجيب لك الميد وبعد كده هارد وهكذا. يعني دلوقتي منها لسه بادئين فنخلينا في الميد، فنخلينا نرجع الاول عادي كاستم. وهتلاقيه برضو بيجيب لك مشكل من كل الاسئله اللي انت عايزها. فلو فتحنا اول سؤال مثلا اللي هو ده ايزي برضو، ونشوف السؤال، نشوف الشاشة بتبقى جايه لنا عاملة ازاي. فلما نفتح هنا هنلاقيه جاب لنا الشاشة متقسمة لثلاث أجزاء. أول جزء وده بيشرح لنا السؤال عايز ايه. فتلاقي هنا ده العنوان بتاع السؤال: check if digits are equal in string after operations. فهنا وتحت هنا بيشرح لي بقى كل الكلام اللي انت المفروض تعمله، او بيشرح لك السؤال يعني انت المفروض تعمل ايه في الحل بتاعك. حلو. فداكو هنا السؤال والشرح بتاعه. تيجي هنا بقى للي في النص ده الكود اللي انت بتكتبه، وهتلاقي عامل لك كلاس جاهز وميثود جاهزه. المفروض انك ما تمسحش او تعدل على الكلاس والميثود دولت، لان دولت بيفهم منهم انت كتبت ايه وبيعرف ان هو يعمل سبميت للكود بتاعك. فانت تسيبهم زي ما هم وتملى جواهم الكود اللي انت عايز تكتبه. فعندك كلاس سوليوشنز وبول هاز some digits string الاس، دول بتسيبهم زي ما هم وتبدا انك تكتب الكود بتاعك هنا عادي جدا، تكتب زي ما بتكتب جوه الفيجوال ستوديو. وتكتب هنا الحل بتاعك بعد ما تقرا طبعا السؤال وتفهم كل حاجة عايزة ايه. طب انت بتستخدم لغة برمجة ايه؟ هتيجي من هنا هتلاقي في السهم ده تدوس عليه وتختار لغة البرمجة اللي انت شغال فيها، ايا كانت بقى سي بلس بلس، جافا، بايثون، سي شارب. ديت كل اللغات اللي انت هتحتاجها. انا طبعا بختار هنا سي شارب عشان بستخدم سي شارب. فخلاص بعد ما تظبط الدنيا كلها بتيجي هنا تقرا السؤال وتكتب الحل بتاعك هنا. واحنا طبعا النهارده ده فيديو تعريفي لليت كود وازاي تدخل عليه وازاي بنحل المسائل. وبعد ما بتخلص بتدوس سبميت، بعد ما تكتب الحل بتاعك بتدوس هنا سبميت. فالحل بتاعك بيترفع ويبدأ يشوف كل الحلول الممكنة وايه المشاكل اللي ممكن تقف قصاد الكود بتاعك ويقول لك عليها. وبرضه في لو انت حسيت انك عايز حلول الناس كاتباها او كده، فبتبدأ انت تشوف الكومنتات بتاعت الناس هنا، تشوف الناس بتقول ايه عن السؤال ده. فتلاقي عندك 58 كومنت على السؤال ده، تقدر تشوفهم وتشوف الناس بتقول ايه. وهنا في حاجة اسمها هنت، الهنت ده حاجة بتسهل عليك، فبيديك الهنت ده بيديك حاجة كده تفهمك شوية الدنيا ماشية ازاي. وكمان ممكن تشوف الحلول بتاعت الناس حلته ازاي، لان الديسكريبشن. وكمان بتقدر بعد ما بتعمل سبميت بيجيب لك الحلول اللي الناس عملتها، ويبدأ تشوف برضو الناس فكرت ازاي في السؤال ده وحلته ازاي. حلو. فبعد خلاص حليت السؤال وخلصته، فبترجع تاني وتشوف الأسئلة اللي قبل كده وتختار سؤال من اللي كانوا موجودين هنا. يعني كان بقى انت حسيت مثلا السؤال ده سهل قوي وانت عندك خبرة في البرمجة، فبتبدأ تشوف مثلا الميد، تجرب شوية في الأسئلة بتاعة الميد. لو حسيت ان هي حلوة ومناسبة تبدأ تحل شوية حلوين فيها، تختارها وتحل فيها شوية حلوين.
طالما ماشيه معاك لحد ما تحس ان خلاص الموضوع بقى كويس، فتبدا تخش في الهارد وهكذا. وبس كده، ده كان الفيديو الاول في السلسله ديت. احنا طبعا مش هنحل حاجه النهارده، احنا بس بنعرف الموقع وازاي تشتغل عليه. ومن الفيديو الجاي ان شاء الله نبدا نختار الاسئله الايزي ونحل فيها، وتدريجي مع الميد والهارد وهكذا لحد ما نبقى خبراء في الموضوع ده. وبس كده، اتمنى يكون وصل لكم اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده. مفيش حاجه تانية اقولها، ولو في اي حاجه محتاج تعرفها في الموقع فاكتبها لي في الكومنتات. وبس كده، سلام.